السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا يتكلم الحبيب الصنبا. أولا عندي نقطتين نشرحهم للرأي العام الموريتاني اللي سمعتهم البارح والله اليوم. سمعت وكالة ملاها يهدد باختطاف أبناء وزير الداخلية وحرض على العنف، حرض الحاضنة الاجتماعي لياسر من الأمور اللي ما هي شيمتها ولا هي من أخلاقها ولا هي من عاداتها. أولا نختار نقول عن هاي، بعد قال اللي عدل عنه جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، وعنها سابقا واللي في المجتمع الموريتاني اختطاف من النوع. نختار نقول له عنه لا، ما يمثل الحاضنة الاجتماعية ينقهر الأسبوع أبدا، لأنه ما هو من أسلوبه ولا هو من حضارته ولا هو من قيامها ولا هو من شيمها ولا هو من تاريخها أبدا. احنا نواجه الأمور لا بشي صالح، ما العنف والتحريض على العنف والتحريض على الخطف والتحريض على القتل ما هو شيء من ولا شيء. ما قد يعدل بها دولة القانون، دولة موجودة ما هي قابة، ولا هي دولة القبائل، ولا هي دولة مشاكل، ولا هي دولة الماضي اللي قبائل كلها يبغى ثأر من قبيلة أخرى. لا، هاي دولة موجودة وقوانينها موجودة وأمورها كاملة موجودة، وحد كامل يحرض على العنف والله يحرض على النوع من الأمور دول يحاسب عليه. هاي النقطة الثانية نوضح الرأي العام عنهم لا ينتمي أبدا للحاضن الاجتماعي اللي قال الإسلام، ما هو شيء أبدا. هاي النقطة الثانية سمعت وكر جاي من شور صحراء عندي عنه والله ملاح بعد كلامه ما هو واضح حتى، ولا ما هو بعيد من الآخر، يهدد بها شخصيات بالعنف والقتل، ويحرض الحاضنة الاجتماعية العنف ويهدد الأمور كاملة عنهم اللي لا ينتمي إلى المجتمع أبدا، ينقال قبيلة السباع ولا يمثل ما هو راسه. وهاجم فيه السيد الرئيس محمود وعماته عنه ذلك اقتحموا فيه. النوع من الأمور ما هو محترم ولا هو صالح ولا هو زين ولا هو اللي أبدا يقد حد يقوله. نختار نقول عن الجماعة اللي حالا على الوسائل الاجتماعية الأمور كاملة مفتوحة، يتحدى يعبر عن وجه نظره ويشمئز من الوضع اللي قال عنه خارج حالا بطريقة سليمة بطريقة حضارية، بنقطة بالكتابة الواضحة والوقفات السليمة المرخصة، والوسائل التعبير موجودة كاملة، ما هو بالعنف ولا هو بالنوع من الأمور اللي طاري على المجتمع الموريتاني الخطاب وهذا النوع والرحم. هاي نقطة بركت إياها. نختار نقول مالي الشباب صاحب المقال اللي يكتب باسم الشباب ولاد السباع عنه أولا النوع من الأسلوب ما هو أسلوب حضاري، أسلوب العنف ما هو أسلوب إطلاقا. يتحدى يكتب رواية عنه مشتمئز والله مثلا عنده ملاحظات والله عنه ظامق والله مظلوم بطريقة سليمة، ومش رسالة مفتوحة لرئيس الدولة محمد الشيخ عثمان ويصلح بها القضية تعود قضية حضارية. أما التحريض على العنف بالخطف وبالقتل والتهديد والرسائل المشفرة اللي فيها تهديد باسم الشباب، هذا احنا بريئين منه ولا يمثلنا ولا يمثل أبدا الحاضنة الاجتماعية للقبيلة قبل السباع أبدا. وارد اختار نوجه لكم رسالة يا أولاد عمي عنكم، انتم مثل الله فيكم مثقفين، فيكم الناس اللي تعرف حد يعبر عن أموره بطريقة سلسة ومحترمة. هاي النقطة الثالثة ولا الرابعة ولا النهاية، عنكم تعرفوا عن الدولة عنها موجودة لا أخفى فيها شيء يسوى شنو دولة قانون، وحد بعض النوع من الأمور عنه ما يمثل ما هو راسه ولا الأسلوب قاعد تارك معه أسلوب بعض أبدا حضاري ولا أسلوب أبدا يتماشى مع الوضع الحالي اللي ماشي به الدولة. هاي نقطة بركت إياها إلا حد يتكايس شوي يعرف عنه ما إحنا ما نقدر نطبخه في طبخة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. هاي دولة موجودة وعندها رئيس سابق يحاكم، وعندكم مؤاخذة على محاكمته والله على وضعيته الصحية، وهذا معاكم فيه من الناحية الإنسانية. غير الدولة موجودة والأطباء موجودون، والرئيس الدولة محمد الشيخ عزواني دور إن شاء الله بإذن الله تعالى يبغى الوقت المناسب واتخذ الإجراءات الصحيحة السليمة في الموضوع. وخلوا عنكم من التحريض القبيلة والتحريض على العنف والتحريض على الشيء الكلام الخاسر والتحريض على شيء ما هو صالح. أولا ما يمثلش ثاني شيء ما هو مغير شيء يستوى أبدا عن بلو ولا حد كيس. هاي دولة موجودة عندها ما أخذ على شخص محبوس، والدور تتخذ فيه إجراءات كاملة من الناحية القانونية ومن ناحية المحكمة ومن الناحية الطبية إن شاء الله بإذن الله تعالى.
وخلوا عنكم يروح عليهم، ولا يمثلنا نحن بعض بريئين منه. وحد له يكتب انه يعطي يصرح باسمه ويقول فلان وفلان، ما يكتب اسمك رسالة موجهة باسم الشباب لا تسبع. لا، أنا نعد رسالة ولا أنا أعبر عن نفسي، نعبر عن صرح باسمي باش نتحمل المسؤولية، ما نكتبش وهمي. وحد ما اللي يعدل نوع الوكالات اللي تحريض على العنف والتحريض على الخطاب يعبر عن راسه. إذا هذه رسالة موجهة للرأي العام المحلي والحاضنة الاجتماعية عن الأشخاص اللي هم ما يمثلون ولا يمثلون رؤوسهم، ونحن ما نمثل العنف ولا نمثل الكلام الخاسر، ولا يمثلنا التحريض على الفوضى أبدا أبدا، ولا نمشي ما مشي منه دخيل علينا، وذا نوع من التهديد دخيل على المجتمع الموريتاني الخطف. بارك نختار نقول للرأي العام الوطني عن هذا ما يعبر عن الحاضنة الاجتماعية اللي قالها الإسلام أبدا، معروفة والناس كما لا تعرف ايش صالح. اتخذوا إجراءاتكم بطريقة سليمة، وعبروا أموركم بطريقة سليمة وسلسة وديمقراطية وطريقة حضارية، ما هو طريقة العنف ولا هو طريقة تهديد القتل ولا هو التهديد بالخطف. هذا ما يمثلنا ولا يمثل حد أبدا منا. السلام عليكم ورحمة الله.